طيب حضرتك راجل متزوج وحضرتك بدأت تكون متضايق جدًا من مراتك، وبدأت إنك أنت تبحث عن زوجة تانية أو تدخل في علاقة جديدة. خلّيني أقول لك الكلمتين دول ومن فضلك حُطّهم حلقة في ودنك. عايزك تاخد بالك جدًا من فكرة إن هذا الشعور ممكن يكون شعور مزيف. ليه؟ ممكن جدًا يكون أنت الموضوع مش مبني على فكرة الرغبة في الست التانية أو الشريك التاني اللي أنت شُفته أو اللي أنت أُعجبت بيه أو اللي أنت حسيت ارتياح ليه، ولكن الموضوع بيكون مدفوع دفع كبير من فكرة إنك أنت بتهرب من العلاقة الأولانية. عندك مشاعر سلبية ناحية الزوجة أو ناحية العلاقة الأولى، فأنت بتحاول إنك أنت تعمل نوع من أنواع التبريد النفسي لنفسك بشكل لا واعي. طيب الكلام ده لو حقيقي وبينطبق عليك، إيه الضرر من ورا حاجة زي كده؟ الحقيقة في عندنا أضرار كتير. من ضمن الأضرار إن ممكن جدًا تكون العلاقة التانية هتبقى علاقة غير مشبعة، لإن أي علاقة في الدنيا هتبقى فيها نوع من أنواع عدم الرضا، لإن أنت هتدخل العلاقة دي هتلاقي إن الست دي ليها عيوب وليها مميزات، ممكن جدًا تلاقي نفسك برضه مش عارف تتكيف مع عيوبها. المشكلة التانية إحنا هنلاقي إن في مقارنة دائمة لا واعية ما بين الزوجة الأولى والزوجة التانية، ده لو حضرتك تزوجت الزوجة التانية لإنك راجل محترم وبتمشي في الحلال، اللهم إن كان في بعض الناس اللي بيفكر في إن هو يكون مش محترم ويمشي في الحرام. أتمنى إن حضرتك ما تكونش من هؤلاء. ده كله هيخليك في الآخر إنك أنت ولا عارف تحتوي مشاعر الست الأولى ولا عارف تحتوي مشاعر الست التانية، لأن دايمًا باين عليك إنك أنت بتقارن ما بين الاتنين، ودايمًا جوه عقلك اللاواعي أنت عامل مسابقة وبتشوف مين اللي هيكسب في الاتنين، الأولى والّا التانية، ولما واحدة في الاتنين هتكسب هتميل ليها وهيبقى في كل الميل فتذروها كالمعلقة، وساعتها حضرتك هتقع في الحرام الكبير اللي المفروض إن حضرتك لا تقع فيه. يبدو إن الكلام ده إن هو موجه للرجالة، ولكن الحقيقة إن هو كمان موجه بشكل كبير جدًا للستات. حضرتك محتاجة إنك أنتِ تكوني بتراعي البني آدم اللي معاكِ وتكوني بتحاولي تكوني إنسانة مرضية ليه. الرضا يكون على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي. الرضا في العلاقة الجنسية رضا مهم جدًا، 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 لولا إن أنا مش عايز الحلقة تكون طويلة كنت قُلت 50,000 جدًا كمان. عدم الرضا في الموضوع ده أنتم مش متخيلين كمية الرجالة اللي بتشتكي منه، ومش متخيلين هو بيعمل فيهم إيه، ومش متخيلين هم بيعملوا إيه عشان يتجاوزوه. الموضوع فيه صفيح ساخن ملتهب هيودينا كلنا في حتة مش كويسة. مش عايز الموضوع يكون طويل، ولكن عندي كلام كتير نفسي أقوله لستات كتير، وعندي كلام كتير نفسي أقوله لرجالة كتير. أتمنى إن الموضوع يتفهم بشكل ناضج راشد واعي ليكم ومنكم أنتم الاتنين، ولو حضرتك أو حضرتك عندكم المشاكل دي تواصلوا معايا، لأن حاليا الإرشاد الزواجي أصبح ضرورة قصوى عشان حياتنا تستمر بشكل أفضل. أشوفكم على خير. سلام.